يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا صباح الخير على الحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم النهارده وانا رقبتي مش قد السمسمه ولا حاجه عشان ما اتاخرتش عليكم. المهم النهارده صاحيه عايزه اكمل المسيره اللي بداتها معاكم الفيديو اللي فات. فصاحيه الرساله اللي قلتها لنفسي بقى: يا توشو صاحيه ضربه بوز، صاحيه مش شايفه قدامك، صاحيه مش عارفه ايه. هتعملي فطار وهتبداي في المعركه يا توشو. لا داعي للمرقعه. مش عايزه مرقعه لان انا لو اتمرقعت اول كام ساعه في اليوم دول اليوم بيضيع مني، وكنت عايزه انجز قوي الليفنج الصبح. عملت لي فطار مع العيال، كنت بعمل لهم بيض، فقطعت لي بقى جزر وخيار. انا بحب شكل الطبق كده، لما بشوف فطاري بالشكل ده بحس ان انا مهتميه بنفسي قوي وان انا بطبطب وبحضن نفسي كده على الصبح. وفطرت وبعدين دخلت في العميق. وانا بنضف معاكم الليفنج تنظيف عميق هقول لكم على كام خطوه كده بيسهلوا عليا التنظيف جدا جدا، وبيحسسوني ان انا مرتاحه نفسيا. حتى وانا قلبه الدنيا فوق بعضها بحس ان انا مرتاحه نفسيا وان انا منظمه حتى وانا بنظف. الخطوات دي مش قاعده، يعني لو ما عملناهاش مش هيحصل اي حاجه، بس بالنسبه لي انا بتسهل عليا. اول خطوه ان انا بحب اجمع كل المنظفات اللي بستخدمها في التنظيف وقت جنبي، يعني ما افضلش بقى رايحه جايه في حاجات بنساها. لا، بحب احط كل الحاجات كده، اخواتي كده يتحطوا حواليا. فاللي بحتاجه باخده: الفوط، الفرش، المنظفات، الغيارات بتاعه الموب دي انا بستخدم 3، واحده للارض واحده للحوائط وواحده بتكون احتياطي لو بتاعه الارضيات دي اتبهدلت بدلها يعني. بس كده. تاني خطوة ان انا لو في الاوضة اللي بنضفها تنظيف عميق ده كنب او ستاير او اي حاجة، بنزل ستارة احطها تتغسل وبحرك بقى الكنب. والستاره بتاعت الاوضه دي خفيفه قوي، انا غسلتها وعلقتها تنشف وهي متعلقه، ما نشرتهاش بره يعني. بس ببتدي احرك الكنب واكنس تحته كويس وامسح تحته كويس جدا جدا، وارش اي رش فعال للنمل علشان المكان ده لو وقع فيه اي فرفوته في اي يوم ما كنتش واخده بالي منها ما فيش نمل يطلع علينا وياكلنا بقى. الخطوه اللي بعدها ببتدي بقى اشوف لو في اي بقع في الكنب، في الكراسي بتاعه السفره كانت عندي منهاره، كانت مليانه بصمات شوكولاته كده وشخبطه من القلم الجاف، اسر كان متالق عليها شويه. بس فكنت عايزه انضفها تنظيفه عميقه، وكمان انا بقالي مده طويله ما نضفتهاش، قلت هستخدم الفاست ده اجربه معاكم كده. المنظف ده انا جايباه بقالي 6 شهور ما جربتوش ولا مره، انا لقيته من كام يوم تحت الحوض كده وانا بنضف، فقلت اجربه كده. هو المخصص للمفروشات والسجاد، هنشوف يعني هيطلع حلو ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان هو عمل رغوه شويه لان انا كنت مزوده جدا جدا مع الميه، رجعت كبيت منه حبه وزودت شويه ميه كمان وانا بنضف الكراسي او بنضف بقيه الكنب، لانه كان عامل رغوه اكتر من انه بينضف يعني. بس بصراحه يعني مع البقع حسيت ان هو بينضف زيه زي اي مسحوق جل حطيته على شويه ميه. بصوا هنا، هو احلى حاجه كانت عجباني فيه ريحته، بس برضو ريحه المسحوق الجل حلوه يعني، فحاسه ان هو عادي. مهم. واحنا بننظف كده التنظيفه العميقه او الراحه النفسيه اللي احنا شايفينها دي، كنت عايزه اكلمكم في حاجه. عايزه اقول لكم انه دايما اي نصيحه بنسمعها من اي حد مش دايما ممكن تكون مناسبه لينا، سواء للمرحله اللي بنمر بيها او للوقت اللي احنا فيه. مش معنى كده ان الشخص اللي بيقول نصيحه دي غلط، لان انا بسمع ساعات ناس بتقول نصايح والنصايح دي بتبقى حلوه جدا جدا، بس لما باجي اطبقها في حياتي يا اما بحس ان انا مضغوطه، يا اما بحس ان انا متضايقه، يا اما بحس ان هي مش مضايقاني او مش عارفه اطبقها اصلا. فده مش معناه ان الشخص ده قال نصيحه غلط، لا ده معناه ان انا خدت نصيحه مش مناسبه للمرحله اللي انا بمر بيها او مناسبه لوضعي انا. فدايما ركزوا في اي نصيحه بتسمعوها، يعني في نصيحه دايما بنسمعها كده اللي هو ما تضغطش على نفسك. الضغط ده من ابشع الحاجات اللي ممكن البني ادم يعملها في حق نفسه، بس احنا لو جينا البني ادم مفخد ومريح نفسه طول الوقت بيعملش حاجه في حياته وقلنا له ما تضغطش على نفسك، احنا كده بنأخره وبنرجعه لورا وبنشجعه على حاجه مش لمصلحته ابدا. ولو رحنا لشخص فعلا ساحل نفسه في الحياه ومبهدل الدنيا، فحاسه ان النصيحه دي ملائمه لحد يعني ما بيديش نفسه حتى لحظه انه ياكل كده حتى اكل هو مرتاح نفسيا، فاهمين؟ فدايما في شعريه كده صغيره ما بين النصيحه اللي الشخص ده بيقولها مناسبه ليا او لا، اطبقها في حياتي ولا لا. بس يعني دي من الحاجات اللي حسيتها مؤخرا، بقيت اسمع نصايح ناس كتير جدا عادي، بحس ان هي النصايح دي صح وكل حاجه، بس مش لازم تطلع مناسبه، مش لازم خالص تبقى مناسبه ليا او لازم ان انا اعملها. تمام. بعد كده الخطوه بقى اللي بعد كده ان انا ببتدي انضف الحوائط، يعني دي بتبقى اهم بالنسبه لي من تنظيف الارضيات، او هي قبل الارضيات يعني.
اكيد مش هنضف الارض وبعدين امسح الحيطه يعني اكيد. بس انا كنت بصور معاكم يا ولاد مقتطفات من التنظيف، يعني انا لو صورت معاكم التنظيف بكل ذره وبكل حته وبكل حته نظفتها هتهلكوا والله العظيم، هتتعبوا نفسيا من الفيديو. فانا كنت حابه اديكم كده مقتطفات تشجعكم وتسهل عليكم. بعد ما نظفت الحوائط كلها، الحيطه الكحلي اللي عامله لي عقده في حياتي دي، عشان بحس ان الاتربه بتبان فيها اكتر من الحوائط الفواتح. والله حتى الركنه الكحلي بحس ان بيبان فيها البقع كتير قوي. الركنه البيج اللي عندي ما بيبانش فيها اي بقع، او بيبان بس عادي، اللي هو العادي مش زي الكحلي خالص. بس الخطوه اللي بعد كده ابتدي بقى انضف كل الخشب اللي عندي. البخاخ ده حاطه فيه شويه مستر ماسل وميه. بحب انضف بميه ليه؟ علشان ساعات بتبقى في حاجات ملزقه خصوصا على السفره، والعيل بتبقى فيه يعني الليفنج ده اوضه المرمطه، فاسر بيبقى ساعات ايده فيها شوكولاته فبيلمس على حاجه بيمسك حاجه، فبحس ان الميه هي اكتر حاجه بتنظف يعني. بس بمسح السفره وبعد كده همسح المكتبه، اي حاجه فيها خشبيات او كده هبتدي المعها كويس قوي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل إن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك عليكم طعام جميعا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي. اكتر سؤال جالي في الفيديو اللي فات، الموبيا شوشو بتاعتك دي نوعها ايه الممسحه؟ هي من هابي هوم، ونوعها يا ولاد قلت لكم مليون مره هي اصلا عندي بقالها 3 سنين. بصراحه خامتها والجوده بتاعت الخامه بتاعتها تحفه، بس هي كحاجه كده مريحه وسهله لا ما بحسهاش مريحه قوي يعني. اكيد ما انصحكوش بيها لو انتوا عايزين حاجه تسهل عليكم. الفتحه بتاعتها من فوق هي فتحه واحده، فبتبقى رخمه كده لما بتقعدوا تثبتوها وتحطوا فيها الميه، بحسها ان هي سخيفه ولازم افضل اضغط كل شويه على الزرار اللي فوق ده علشان يجدد لي الميه جواها، فسخيفه يعني. غير اللي هي بتكون ناحيتين، انا بحس اللي هي بتكون ناحيتين دي بتكون سهله وحلوه جدا. وبرده من الاسئله اللي بتجيلي كتير في الفيديوهات القديمه، مش عارفه بقى انتم متابعين الجديد ولا لا، او دي بتبقى ناس جديده لسه داخله عندي، عن الباركيه الفينيل اللي انا فرشاه عندي في الليفنج هنا. حلو قوي يا بنات والله، بقاله داخل كده في 4 سنين، ممتاز بصراحه. وبس محتاج انك تحافظي عليه، ممنوع تحطي عليه حاجات سخنه تجرجري عليه العفش كده جامد فهيجرحه، اكيد سكينه لو جبتيها وجرحتي فيها هيتجرح، فبس محتاج تحافظي عليه. عرفتي تحافظي عليه هيفضل معاكي زي الفل وهيعيش معاكي سنين السنين. تنظيفه سهل جدا جدا وبصراحه مريح بالنسبه لي يعني. بس كده خلصت اول فقره، انا كده خلصت. انا بقيت احب اسيب السفره كده من غير اي حاجه عليها، هي بس بحط ورد بس عليها كده، بس مبقتش احب احط ديكورات كتير ومفرش وهيص على السفره علشان ده بيسهل علينا لما بنيجي ناكل. بفرش بس اللي هو المشمع رول ده وبيبقى الاكل سهل يعني. رجعت الزرع مكانه، الزرع دي انا كنت غسلاها من الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش الفيديو اللي فات فانتوا كده مش فاهمين انا بعمل ايه النهارده. لا يا جماعه انتوا مش فاهمين انا بعمل ايه النهارده. لازم تشوفوا الفيديو اللي فات. طيب ريفيو سريع عن المنظف ده. هو اصلا منظف مخصص للسجاد والمفروشات، بتحطوا منه شويه على شويه ميه وتنضفوا بيه اي بقعه على سجاد او مفروشات. فانا حسيت ان هو عادي يعني، عادي خالص، زيه زي ان انا لما بحط شويه ميه على مسحوق جل بس بيبقى بيديني نفس النتيجه بالظبط. فحاسه ان الدنيا غليت بما فيه الكفايه، فبقيتش مستاهله ان احنا نجيب لكل حاجه منظف يعني. ده انا جايباه بقاله 7 شهور او 8 شهور يمكن اكتر. فدلوقتي حاليا بعد الغلاء اللي حاصل في الكوكب حاسه ان مش لازم نجيب لكل حاجه يعني، عادي ممكن منظف 1 أو 2 نستخدمهم 100,000 استخدام. بس كده خلصت كده، دي اخر فقره. فرشت على الكنب علشان احافظ على تنظيفه او على نظافته شويه. وبس كده. فقره السجاد دي كنت متحمسه ليها قوي، لان انا كنت اول فتحه هفتح بيها السجاد كان لسه جاي من المغسله،
فدايما ببقى خايفه، يعني ساعات السجاد بيجيلي مش نظيف، فالحمد لله المره دي كان جاي نظيف وريحته حلوه قوي، فكنت مبسوطه يعني، حاسه ان انا نضفت وفعلا هفرش حاجه نظيفه. ومن احلى الحاجات اللي عملتها من فتره، يمكن من قبل رمضان، مش عارفه قبل رمضان بكذا شهر، كنت اشتريت السجاده الصغيره دي، والحمد لله اتخلصت من السجاده الشاج اللي كانت عامله لي عقده في حياتي. يا جماعه اي ليفنج او اي مكان هيبقى فيه حياه، او بصراحه السجاد الشاج ده ما يتجابش بربع جنيه، والله العظيم بشع بشع بشع. هو بس اول كام شهر من استخدامه بتبقي فرحانه بيه وفرحانه بشكله، بس بعد كده اجركم الله بيبقى وحش قوي. بس فحطيت المعطر ده قلت لكم من الفيديو اللي فات ان هو ما ثباته ضعيف جدا، فعشان كده هتلاقوني عماله برش منه كتير. مش ثباته ضعيف، هو ما بيثبتش اصلا، يعني لازم ترشي على الفرش قوي وكتير قوي علشان تحس ان في ريحه منه. رشيت على الفرش ورشيت كمان على السجاده، كنت فرحانه قوي ان السجاده جايه لي نظيفه بجد، عشان كان فيها بقع كتير قوي، وكان في بقع انا حاولت اطلعها في البيت ما كانتش راضيه تطلع. والجو بقى هادي، انا حاسه ان الجو مش محتاج مني دلوقتي غير ان انا اشغل التكييف واقعد وشكرا، بس يعني لا مفر. المسؤوليه بتنادي علينا، كان لازم اعمل اكل، فقلت هعمل اكله سريعه كده بحبها، او العيال قوي هم اللي بيحبوها اكتر مني. ان انا بجيب بصلايه بقطعها، هي كبسه بالقطع الفراخ الصغيره دي، يعني ببقى مقطعه الفراخ مكعبات صغيره كده، وبحط عليهم شويه بسله. الاول بحط بصلايه وبشوحها كده مع معلقه زبده، وبعدين بنزل بالقطع الفراخ، وبعدين لما الفراخ تتشوح شويه بنزل عليها بالبسله، وبضيف شويه من البهارات بتاعه الكبسه هوريها لكم دلوقتي بس، وبنزل بالرز البسمتي، وببتدي بقى اقلب كل ده مع بعضه، بيطلع طعمها خطير بجد، بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا حطيتها، وبعدين حطيت شويه ميه عليها اللي عايمه على الوش دي، علشان انا كنت وقتها انا حاطه بهارات كبسه، دي قرفه يا جماعه، او حاجه زي اللومي كده مطحون، لانه البهارات بتاعه الكبسه هوريها لكم دلوقتي فيها حاجات مطحونه. فانا عن نفسي لو هعمله ليا انا بس، مش هحط عليه بهارات الكبسه، يعني مش هخليه لونه اصفر. انا بحب الرز البسمتي يبقى لونه ابيض، وخصوصا لما بيكون معمول مع الخضار، البسله والفراخ بيبقى لونه ابيض كده، بيفتح نفسي اكتر. بس العيال بيحبوه اصفر، يعني بغريهم بقى واقعد اقول لهم ده زي بتاع بره، فاهمين؟ بس حطيته، ما بياخدش معايا اي وقت، وبتبقى اكله سريعه وسهله وفيها عناصر غذائيه كتير، وبتبقى حلوه جدا. هي دي بهارات الكبسه اللي حطيتها، بحط منها معلقه كده صغيره، معلقه صغيره مليانه، او على حسب الكميه اللي هتعملوها يعني. فما بحطش بقى اي اضافات تانية خالص غير المعلقه اللي انا بحطها دي على الرز، غير الملح بضيف ملح مع البهارات بتاعه الكبسه وشكرا، وبعمل معاها سلطه الطيبين وبألف هنا وشفا يعني. وانا كده كنت شكرا قوي في اليوم ده، لانه بجد في حاجات ما صورتهاش معاكم كتير، بتبقى مرهقه ومتعبه وبتاخد مني طاقه، فكان اهم حاجه ان انا اخلص الاكل والسلطه وبس كده، واقعد انتخ بقى بقيه اليوم وشكرا. ده كان يومي النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه اي حاجه، او اكون يعني، لا الفيديو مش مفيد قوي بصراحه، بس مشجع يعني، اتمنى ان انا اكون شجعتكم على اي حاجه حتى لو بسيطه. وبس بشكركم جدا، وشكرا جدا 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 بجد من كل قلبي على تعليقاتكم على الفيديوهات اللي فاتت، والله العظيم بجد انا بحبكم، ودمتم اجمل حاجة في حياتي، والله بجد انتوا حاجة جميلة جدا، وناس طيبين، عارفين اللي هو كل يرى الناس بعين طبعه، فانتوا بجد طالما شايفيني حلوة فانتوا حلوين. اشوفكم على خير ومع السلامة.